لو الخيال في الأصل وليد فكرة، والفكرة من صنعي، وأفعالنا مصدرها برضو فكرة، يبقى ضروري نختار بخيالنا صورة إيجابية، حتى لو كانت الصورة للاعب جولف محترف. هي دي بالظبط الصورة اللي اختارها جورج هول، الطيار الحربي، لما تم أسره في حرب فيتنام وحبسه داخل صندوق مظلم. الطيار جورج هول كان بيعدي عليه ساعات طويلة وأيام مظلمة كانت كفيلة تفقده عقله وتقضي عليه، وكان ميعاد خروجه من الأسر غير معلوم بالمرة، وما كانش ونيسه الوحيد داخل الصندوق غير خياله، وهو إنه يتخيل كل يوم إنه بيلعب جولف. وفضلت تعدي عليه سنة ورا سنة داخل الصندوق المظلم وهو مستمر في لعبة جولف داخل خياله، لحد ما جه يوم إطلاق سراحه من الأسر. لكن بعد أسبوع واحد كان عنده رغبة قوية في تحقيق الصورة اللي كان عايش 7 سنين بيشوفها في خياله، وبالفعل اشترك في مسابقة للجولف وحقق أعلى النتائج. السؤال دلوقتي، إيه هي الصورة اللي في خيالك عن حياتك اللي جاية؟ راقب أفكارك لأنها هتحدد طباعك وأفعالك، وأفعالك هتقرر مصيرك.